وليه محتاجين نسافر عشان نتعلم انجليزي لما كل المواقف موجودة عندك في المسلسلات والافلام؟ مش شرط يبقى نقدر نتعلم واحنا قاعدين في البيت. المهم دلوقتي ان احنا هنحضر الشوكة ومعلقة، طبعا محضرها من تحت رجلي من الصبحية. معلش سكينة جبت معلقة. المهم ان احنا هنخش مطعم ومش هنطلب بقى، احنا هنشوفهم بيتصرفوا ازاي في المواقف المحرجة وازاي بيطلبوا اكل وهم مش عارفين ايه نوع الاكل اللي جاي لهم. يلا بينا. خلينا متفقين من البدايه ان في جمله سحريه بنلجأ لها في المواقف الحرجه. ازاي؟ دلوقتي انت في بلد جديده وداخل مطعم ما تعرفش ادنى فكره عن اي اكل هم بيعملوه، فبكل بساطه بتلجأ للجمله السحريه بتاعتنا. يجي لك الراجل وانت ماسك المنيو مش عارف تطلب ايه، فبتقول له what do you recommend؟ تقترح عليا ايه؟ الجمله دي هم ذات نفسهم بيستخدموها لو داخلين مطعم جديد مش عارفين المطعم ده بيقدم ايه جديد، زي ما هتشوفوا في المشاهد دي كلها. What do you recommend? 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 Excuse me, sir. What do you recommend for appetizers? Excuse me, sir. What do you recommend for appetizers? What do you recommend for? What do you recommend for? What do you recommend for someone who worked up a man-sized appetite? What do you recommend for someone who worked up a man-sized appetite? What do you recommend for a hangover? What do you recommend for a hangover? Teetotaling and prayer. Teetotaling and prayer. Good answer. Good answer. ممكن لما تمسك المنيو في المطعم ما تعرفش نوع أكلة معينة وعايز تسأل الأكلة دي عبارة عن إيه، وليكن اسم الأكلة بزوز، حلو؟ فعايز تسأل البزوز ده عبارة عن إيه؟ فأنت بتسأل بزوز هتقول what is بزوز like؟ what is مش عارف اللي أنت عايز تسأل عليه like. دي الصيغة اللي أنت بتسأل بيها على نوع الطبق اللي أنت مش عارف مكوناته عاملة إزاي، أو عندك فضول تعرف هو بيتكون من إيه، زي ما هنشوف في المشهد ده. Ooh, what's winter mint like? Ooh, what's winter mint like? What's winter mint like? It's gum. Take a chance. It's gum. Take a chance. اهم حاجه بقى لما بنيجي نطلب خليك مرن. ليه تقعد تحفظ في الانجليزي لما في اكتر من طريقه محترمه تطلب بيها الاكل، زي could I have، could I get، I'd like to order، I will have. كل دي طرق محترمه ممكن تخش تطلب بيها الاكل اللي انت عايزه، احسن ما تقول I need مش عارف ايه وايه. ليه؟ اهو عندك كذا طريقه محترمه ممكن تحفظها بكل سهوله. يلا بينا. I'd like to order some takeout. Okay. I'd like to order some takeout. Okay. I'd like to order some takeout. Okay. Hi, yes, I'd like to order a large pizza. Hi, yes, I'd like to order a... Hi, yes, I'd like to order a large pizza. I'll have the steak plate. I'll have the steak plate. الناس اللي سافرت امريكا عارفين ان في الثقافه الامريكيه او في العادات عامه بتاعتهم مش شرط انك عشان تطلب الحساب بعد ما خلصت اكل انك تعمل كده وتقول الحساب، مش شرط، لا، بكل هدوء قاعد قاعده شيك مع زوجتك، واحد شايفك من بعيد بتقوم عامل له كده. Can I get the check, please? He understood. Don't do that. Don't do the symbol and yell. Just you do one or the other. اول ما يشوفك كده هيجي لك معناها ان انت بتطلب الحساب، زي ما هنشوف في الموقف اللي قعدت اتفرج عليه ضحكني ده، كان في مشهد من فيلم. يلا بينا نشوف. What do you mean? You can like mouth the word check really loud and not make noise, and that. Well, what do I do? What? Okay, let me try. Okay. Check! بس طبعا ده ما يمنعش ان احنا عندنا طرق محترمه كتير نقدر نطلب بيها الحساب بشياكه، زي Check, please. Check, please. Story, check, please. Story, check, please. I got the check, please. I got the check, please. I got the check, please. عايز اقول لك ان في معظم ولايات امريكا لما بيجي يطلبوا الحساب بيستخدموا كلمه تشيك. في معظم الدول التانية زي انجلترا بيستخدموا كلمه بيل يعني الفاتوره. Can we have the bill, please? Sure. Can we have the bill, please? Sure. Could we have our bill, please? Could we have our bill, please? Could we have our bill, please? Sorry, could I have the bill, please? Sorry, could I have the bill, please? معلومه اخيره بقى مع الواد زيجا عشان ما تعرضش الاحراج. لو انت سافرت امريكا عايز اقول لك لو دخلت مطعم المفروض ان انت وانت خارج وكلت في المطعم ده وانت خارج المفروض انك بتدفع اكراميه. الاكراميه دي بتكون ما بين 10 ل 15% من ثمن الوجبه اللي انت طلبتها. يعني لو طلبت حاجه مثلا ب $50 ممكن تبقى في حدود $5-7 اكراميه. يعني مش الزامي طبعا، مش اجباري، بس تحط 100 خط ان في امريكا ده بيعتبروه سلوك غير
مقبول اجتماعيا، مش حاجه طبيعيه ان انت تخش وما تدفعش، تاكل هناك وما تدفعش. طبعا الكلام ده غير الزامي في دول تانية كتير زي انجلترا ودول تانية، لكن في امريكا يعتبر زي ما قلت لك غير مقبول اجتماعيا، واكيد لكل قاعده شواذ. لو شايف الحلقه مفيده ما تنساش تبعتها لاي حد من صحابك حتى ولو واحد بس. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد في حلقه جديده. السلام عليكم، ما تنسوش اللايك. السلام عليكم. يلا يا زيجن نقول لهم سلام. سلام.